يا أهلين وسهلين بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم، كيفكم؟ أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. شوفوا، صاحية اليوم دي من المرات البسيطة اللي أنا بصحى فيها وأتسحب من غير ما هم يصحوا معاي، فانبسطت شديد. قلت خلاص يا سمسمة، بعد ما طالما هم نايمين انتي أصحي وأمشي أعمل لك كوباية شاي وروقي عليها، إنه ما شب كوباية الشاي وهم صاحيين بتكون عبارة عن جوط وما بفهم لها شي. شغلت أذكار الصباح، وقبل ما أمشي أعمل كوباية الشاي قلت خلاص أفتح الشبابيك عشان إضاءة الشمس تدخل وتجدد لي طاقة كده في البيت يبقى روحه حلوة. وكنت عاوزة أقول لكم حاجة بخصوص موضوع السودان. الناس اللي بتسأل عن الحاصل في السودان وبيقولوا ليه عندكم حرب والحرب سببها شنو، في بنوتة جميلة اسمها استبرق اللي هي صاحبة قناة يوميات سودانية وتركي بالتعاون مع قناة تانية اسمها يوميات سارة في اليابان. ده اللي اشتركوا مع بعض، اتعاملوا مع بعض وعملوا فيديو بيتكلم عن الموضوع ده. هم شرحوا الموضوع ده بالتفصيل، ما قصروا. وانا بتمنى انه اي واحدة تشوف الفيديو بتاعي ده تدخل على قناة يوميات سودانية وتركي وتشوف الفيديو، عشان الفيديو يصل لأكبر عدد من الناس والناس تعرف الحاصل شنو في السودان. وبكده ممكن تشجعوا أكبر عدد من منشئين المحتوى إنهم يتكلموا عن القضية السودانية. إنه يوسف صحة عايزة أعمل له الفطور، وأنا حخدت لكم رابط الفيديو في أول تعليق مثبت. وكمان تاني في حاجة، صاحبة قناة سارة في اليابان دي أنا قبل فترة حضرت لها فيديو كانت بتتكلم فيه عن إنها دعم للناس اللي موجودين في السودان. هي حتخصص كل أرباح القناة بتاعتها، يعني كل فلس حيطلع لها من القناة هي حتخصصه لجمعيات هناك في السودان، ده جمعيات بتساعد وبتدعم هناك. فأنا بتمنى برضو إنه الناس تدخل على قناة يوميات سارة في اليابان. انا ما متأكدة هي اسمها يوميات سارة في اليابان او سارة في اليابان، برضو حاخد لكم رابط قناتها في صندوق الوصف وحاولوا تدعموها. وبكده هي عاوزة تساعد، وبما احنا لو دخلنا وحضرنا فيديوهاتها احنا كمان حنكون بنساعد معاها. وحاولوا انشروا الفيديو بتاعهم ده في كل مواقع التواصل عندكم، شاركوه مع اصحابكم واحبابكم، وان شاء الله في ميزان حسناتهم، في ميزان حسنات كل اللي حيساعدوهم في انهم يحققوا الدعم اللي هم عاوزينه. عايزة أتكلم لكم على الغسول ده. أنا أصلا من فترة وقفت، كنت بستخدم منتجات تانية اللي هي سيرافي ولاروش. كنت بستخدم المنتجات دي في منتجات داعمة، بالتالي هي منتجات مقاطعة، فاتجهت للمنتجات الكورية. الصراحة يعني حاجة خرافية. يعني أنا جبت مجموعة كاملة من كوزاريكس، جبت المجموعة كاملة، بس أنا يعني ما بديت فيها طوالي. أول شي بديت بالغسول لأنه الغسول عندي كان خلص، بس باقي الكريمات ما انتهت، فبديت بالغسول. عشان كده عندي صورة كاملة أتكلم عن الغسول. أما باقي المنتجات فما حقدر أتكلم عنها طوالي. ليش؟ لأنه لسه أنا ما عندي عنها فكرة كاملة. أنا بديت استخدمها وهي أكيد رهيبة، أنا حاسة إنها رهيبة، بس لسه عاوزة وقت زيادة عشان أقدر أتكلم عنها بكل صراحة. أما الغسول صراحة يعني عجبني شديد، عشان كده أنا قلت حأطلع وأتكلم عنه. تركيبته خرافية، تركيبته كلها غنية بالمكونات مفيدة، ومن ضمن التركيبة دي أحلى حاجة مستخلص الحلزون. هو في كل المجموعة بنسب متفاوتة يعني. فحلو شديد الغسول ده، بيزيل الشوائب وبيصغر المسام يعني. ده بتاع البشرة الجافة. في منه تاني بتاع البشرة الدهنية اللي هو الأحمر، بيحمض الساسليك، يعني اللي بشرتهم دهنية يشتروا التاني الأحمر، حلو شديد للبشرة الدهنية. الغسول بيحتاج أداة سيليكون عشان توزع الغسول بصورة أفضل. أنا عندي دي بستخدمها من فترة طويلة، كان طلبتها من نون، حلوة، طلعت حلوة وأصلية، يعني بتقعد فترة طويلة وما بتحتاج شحن كتير، مناسبة لجميع أنواع البشرة. ومعروف يا جماعة، كل ما هو سيليكون كل ما هو جميل.
وطول ما انت بتستخدمي اكيد بتكوني واثقة انه ما في بكتيريا، ما في شوائب، ما في اي حاجة تضر بشرتك. يعني بتزيل كل الاوساخ، خصوصا الناس اللي بتستخدم ميك اب كتير، فانت محتاجة ليها. بس ما ضروري انه تكون نفس دي يعني، بس المهم حاجة تكون سيليكون بتنظيف من جوا كده تنظيف عميق. ومعاي ده كمان، ده انا ما بستغنى عنه. انا كان عندي واحد وضاع تقريبا، ما عارفة حصل فيه شنو، فجبت ده. وده كان ارهب، بس كان الاتنين دي ما في الاتنين تحت ديل ما في، فكان ارهب من ده. بس ده برضو حلو يعني، انا ما بستغنى عنه. ثلاثي، جهاز تدليك الوجه ثلاثي الابعاد، اللي بيزيل التجاعيد، بيشد البشرة، بيعزز الدورة الدموية، وبيوفر ترطيب عميق، وبيمنع فقدان الرطوبة، بيخلي البشرة ناعمة ولينة ومشرقة، وتحسيها شابة كده. يعني انا لما استخدمه بحس انه في نعومة كده خيالية في وشي، ما بعرف. انا بستخدمه احيانا بيدا، انت لازم تمسحي وشك بزيت بعدين تدلكيه، او ده واحد من الاثنين. انا بحب يعني الاثنين ديل حلوين ظابطين شديد معاه. بس المهم هو عنده حركات معينة عشان ما تشتت عضلات الوجه، يعني انت لازم تستخدميه بطريقة معينة، انا ما عارفة اشرحها لكم كيف. فانتوا لا ادخلوا و يعني شوفي فيديوهات عنه، عن طريقة الاستخدام، في كتير شارحين عنه عن طريقة استخدامه. فبس يعني هو الصراحة رهيب. فانتي لما تجيبيه حاولي انك تعرفي الطريقة الصحيحة لاستخدامه، عشان ما تعملي مشكلة في وشك وشتت عضلات وشك وما تكون فاهمة حاجة. حلو شديد، جربوه يا جماعة. ودي كده مجموعة دي الحاجات اللي انا بستخدمها لوشي، بالاضافة للمجموعة اللي قلت لكم اول ما اخد عنها فكرة هاتكلم لكم عنها باقي مجموعة كوزر اكس. تمام. عاوزة اجهز حاجات القهوة، قلت اعمل مدينة بلح واعمل زلابية للجيمات. فعندي البلح ده اصلا جبته كده جاهز من غير نوى، بس غليت الموية واضفت عليه وخدته في النار يغلي. من هناك جهزت الحليب والدقيق، حمصت الدقيق في سمن، واحلى بالزبدة بس انا ما عندي فحمصته في سمن، واضفت له الحليب والقشطة وبس. اول ما خلاص تقل شوية ضفت له البلح، طلع حلو شديد المديدة دي. يعني من الحياة الحلوة مع القهوة هي واللقيمات. دي من الحاجات اللي بنقاوم بها الزهج هنا. كان في كم واحدة هنا بيسألوا كيف بتقاوموا الزهج وانتوا عايشين كده براكم منفصلين، يعني ما زي العيش هناك في السودان، ناس داخلة وناس طالعة. هو خلاص انت طالما اتكتب عليك الواقع ده، انت اللي بتقرري انك تكوني طبيعي قاعدة مالة وزهجانة ومكشرة، او انك خلاص ترضي بالواقع وتقرري انك تبسطي نفسك بنفسك. يعني حاجات بسيطة بتخليك تطلعي من جوا الملل. اعملي لك قاعدة صغنونة كده انت والحلوين اللي معاك في البيت، اقعدوا تونسوا وانبسطوا، او اطلعوا طلعات. يعني اسهل حاجة هنا انك تطلعي، ما تقعدي في البيت. هنا في البيت دي ما ينفع تكوني بيتوتية. الناس البيتوتيين معلش بجد، يعني هنا ما زمن وما تقعدوا في البيت، اطلعوا ان شاء الله اقرب حتة ليكون اقرب حديقة مش اقعدوا فيها تونسوا شوية بتغيري جو. او احلى حاجة انك تمشي هنا في الشوارع في محلات كده بتاعت شاي كرك برضو، ممكن تمشي تطلعوا تمشي تشربوا شاي في الطريق وانت جاية، بتكون غيرتي جو وكده. الزهج بيمشي، يعني انت اللي بتقرري انك تكوني زهجان وانك تكوني مفرفشة. دي الجلسة بتاعتنا في السطح، جهزتها وجبت الحاجات هنا وقعدنا غيرنا جو باعتبار كده طالما ما عاوزين نطلع. فبس يعني بتقدري انت تغرري. فحاولوا اعملوا برامجكم. هي الغربة اللي انتوا فيها دي خاصة من عمركم ومن عمر اطفالكم يعني. فما في واحد تقول خلاص ما مشكلة حقعد هسه هنا، انا حقعد في البيت وبتاع هنا لحد ما ارجع السودان ونعيش حياتنا. لا، الغربة دي خاصة من عمرك انتي وكمان من عمر اولادك. طلعوهم ونطلعوا تفسحوا تونسوا، حتى لو في البيت اعملوا برامج، فرفشوا انبسطوا، خلوهم ينبسطوا معاكم. بغيتوا الحياة البسيطة اللي انا بعملها وبغير بها جو. جلسات القهوة ده كافيه
طلعة كانت لا في البال لا في الخاطر، أنا ما كنت عارفة إنه طالعين الطلعة دي. الكافيه ده هادي ورايق، القهوة عذر والمقصد موعد لغة. فالجو هنا حلو شديد لأنه هادي فيه هدوء كده، وجلسات حلوة شديد. تقدروا هنا تحجزوا جلسات خاصة أو تحجزوا طابق كامل لحفلاتكم الصغيرة. بس جد يعني هم كده مروقين الجو شديد، بس طبعا من غير الأطفال. هنا كان عيد ميلادي وجينا هنا واحتفلنا به احتفال صغنوني كده، طفينا الشمعة وطلبنا كوفي وتونسنا شوية وبس كده، يعني احتفال صغنوني. وبكده يكون خلص فيديو اليوم. ما تدعموني باللايك والاشتراك. مع السلامة. فيديو الثاني ما في مع السلامة الليلة. أنا فاكرة فيلم ديس.